السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آم، النهاردة هنعمل مسقعة يا جماعة. تمام. طبعا مسقعة يعني بطاطس بدنجان فلفل بصل ثوم. تمام. هنقلي البطاطس وبعدين نقلي الفلفل وبعدين نقلي البدنجان وبعدين نشوف الخلطة اللي هنعملها مع بعض. انا بس في البداية عايزة اشكر فاطمة الجندي انها استجابت لكلامي في الفيديو اللي فات بتاع الكبدة، ونزلت فعلا تحت الفيديو ردت على نانسي المسيحية اللي هي معترضة على الصلاة على النبي. وردت فاطمة الجندي على نانسي دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله خير يا فاطمة، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. كمان تحت فيديو الكبدة اللي فات في واحدة اسمها، مش عارفة الحساب اللي داخله منه، اسمه يوكا 665 حاجة زي كده. المهم واحدة كاتبالي تعليق تحت فيديو الكبدة بتقولي انت بتتكلمي كتير، كان ممكن تختصري اكتر من كده يا بنتي. ما انا قلت في اول الفيديو اني رغاية. انت بتأكدي لي انت يعني بتأكدي لي المعلومة. خلاص انا عارفة، ما انا قلت يا جماعة في اول الفيديو اني برغى كتير. مش لازم تأكدي لي المعلومة. خلاص يا بنتي جامليني قولي اي حاجة. تمام ماشي. بصي انا لازم اتكلم في الفيديو، انا مش هينفع الفيديو يطلع فاضي كده، مش هينفع يبقى صورة بدون صوت. كمان لو انتي مضايقك صوتي خالص وعايزة تدخلي تشوفي الوصفة، ده شرف ليا والله ان انتي دخلتي عندي في القناة وشرفتيني. بس وطي الصوت على الاخر، سيبك من صوتي ده خالص، وطي الصوت على الاخر وشوفي الوصفة صورة بدون صوت. تمام. طيب ماشي. انا والله بعتذر يا جماعه. طيب ما انا قلت ان انا رغايه. وطوا الصوت، وطوا الصوت اللي تدخل على الفيديو، انا بقولها اهو في اول الفيديو، وطي الصوت على الاخر وشوفي الفيديو بدون صوت. المهم احنا قلينا البطاطس وبعدين قلينا الفلفل وبعدين قلينا البدنجان. بس البدنجان يا بنات قبل ما نقليه بنص ساعه ساعه على الاقل نكون رشين عليه ملح وسايبينه يتنقع في الملح كده عشان ينزل ميته، عشان ما ياخدش معانا زيت كتير. كمان طبقة الايه البدنجان تبقى رقيقة علشان ما تشربش معانا زيت كتير برضو. طيب ركزوا معايا يا بنات في الخلطة، وانا بعمل الخلطة على طريقتي. حد يقول لي بقى انت عاملة مسقعة بدون لحمة مش بدون لحمة؟ ايوه هي مسقعة اقتصادية للناس الغلابة. تمام. في يوم فاضي كده ما فيهوش لحوم ولا حاجة عندك في البيت، بدنجانة بطاطساية قرن فلفل طماطمية، وهتعملي احلى واجمل طبق مسقعة او صينية مسقعة. بصي، او طاسة مسقعة تقعدوا تاكلوا فيها في الغدا وفي العشاء، وهتريحك طول النهار. والله احنا اتغدينا واتعشينا منها صراحة، كانت تحفة تحفة. الخلطة كانت فظيعة، جربيها ومش هتندمي. بس ان عجبتك الخلطة ترجعي تحت الفيديو تكتبي تعليق تحفيزي. تحفيزي يا بنات، مش واحدة تدخل تقول لي انت بترغي كتير. تعليق تحفيزي. يعني احنا لسه بادئين وبنسمي، مش عايزين احباط، وانا مش هاحبط ولا حاجة. تمام. المهم بعد ما انا بحمر البصلة طبعا الاول مع قرن فلفل، بفرمها في الكبة، او لو عايزه تقطعيها على ايدك وتقطعي معاها قرن فلفل ما فيش مشكله. في نفس ذات الطاسه، في نفس ذات الزيت اللي احنا قلينا فيه، بس نقصنا من الزيت شويه عشان كتير. هتحمري البصله وطبعا معاها حبه ملح خفيفه. بصوا بقى الخلطه الجباره دي، انا كده عامله توم فرماه مع قرن فلفل اخضر او قرن فلفل شطه براحتك، وحاطه فلفل اسمر وكمون وشويه كزبره مطحونه، يعني كزبره ناشفه مطحونه مع الفلفل مع الثوم والفلفل، دقهم كويس جدا جدا في الهون. وانت عايزه تعملوهم في الكبه ما فيش مشكله. هتنزلي بقى بالثوم اللي مع التوابل مع البصل ده، وتقلبيه كده لحد ما يتكرمل مع بعضه، او الثوم يبدأ يطلع ريحته. بصوا شكل الخلطة اصلا يا سلام، عايزة بس عيش بلدي وتتاكل لوحدها بدون اي حاجة. المهم يا ستي، بعد ما حمرنا التومة مع البصلة مع التوابل، وانا بدق التوابل مع التومة، اهم حاجة التوابل تبدأي مع التومة تدي معاكي ريحة وطعم جميل جدا جدا. هننزل بحبات طماطمية صاحية كده، وبعدين تفضلي تهرسي 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 في الطماطمايه لحد ما تتهرس معاكي خالص كده وتبقى ناعمه، ما تبقاش الطماطمايه صاحيه يعني، ما يبقاش فيه طماطمايه مش مهروسه. تمام. بعد كده هتجيبي شويه طماطم مفرومين،
هتنزلي بالطماطم المفرومة على البصل والثوم والتوابل وحبات الطماطم اللي حطيناها في الاول الصاحية دي. لو انت عايزه تكتفي بالطماطم اللي هي المفرومه بس خلاص تمام، بس بلاش صلصه يا بنات. انا ما بحبش احط الحاجات نهائي اللي فيها مواد حافظه، ببعد عنها بقدر الامكان. طبعا هي جواها التوابل وجواها كل حاجه، وانا مش حاطه اي توابل غير فلفل اسمر وكمون وشويه كزبره ناشفه، حاجات صحيه كده وجميله. بلاش البهارات الاوفر عشان بتتعب الكلى. طيب بعد ما اتسبكت معانا الصلصه كويس جدا كده زي ما انت شايفاها، لونها اغماء كده وبقت حلوه. وما تنسيش كمان تحطي حبة سكر صغيرة علشان حموضة الطماطم. لو عندك الطماطم مسكرة خلاص مفيش داعي للسكر، لكن الطماطم دي عندي كانت حامضة فرشت رشة سكر صغيرة. بنرغي تاني برضو بنرغي تاني. طيب بعد ما تسبكت الطماطم بتحطي شوية كزبرة خضراء، دي اضافية، لو مش عايزة تحطيها خلاص، بس بتدي معاكي طعم رهيب. جربيها ومش مش هتندمي صدقيني. شويه كزبره خضراء، وبعد ما قلبتي الكزبره كويس في الصلصه وخليتيها بقبقه 5 دقايق، نزلتي بقى بكل الحاجات اللي احنا قلناها، اللي هي البدنجان والبطاطس المقليه والفلفل، وقلبتي تقليبه كده وسبتيها بقبقت في الصلصه شويه، وبعدين نزلتي بقى باي حاجه كده تزوقي الشكل على ذوقك. لو مش عايزه مش مهم، المهم هتحطي شويه فلفل، كزبره خضراء، اي حاجه كده على الوش. زي ما قلت لكم العين بتاكل قبل ما تدوق، وكمان لو انت عندك اطفال هيحبوا شكل الاكله، لو مش بيحبوها اصلا من شكلها هيبقى عندهم فضول يدوقوها. بصوا انا بحب اكلها في الطاسه زي ما هي، بس ما علينا عشان احنا بنعمل فيديو قدام الناس فاحنا هنغرفها في اطباق. تمام. انا عايزه اقول لكم ان الكميه دي قضتنا غدا وعشاء، والله اتغدينا واتعشينا منها، جنب عيش بلدي كده وبصل اخضر او مخلل، حاجه تحفه. أكلة اقتصادية، صحية، سريعة، فيها فوائد كتير جدا، فيها فلفل وكزبرة وتوم وبصل وبدنجان وبطاطس وطماطم، فيها كل حاجة، فيها كل الخضار. يعني بدل ما تجبري ولادك ياكلوا الخضار صاحي كده، لا، هو انتي حاطه لهم في وجبة غذائية متكاملة صحية وسريعة وسهلة بالنسبة لك برضو. اشوفكم فيديوهات جاية كتير، بس يا ريت يا ريت ما تنسوش تعليق تحفيزي يا جماعة، تعليق تحفيزي ماشي تحت الفيديو. وكمان حبيبتي فضلا وليس امرا تضغطي على اللايك وتشتركي في القناة، علشان لو نزلت فيديو جديد يصلك اشعار باني نزلت الفيديو، تدخلي تسمعي الفيديو، وكمان تضغطي لايك وتكتبي لي تعليق تحفيزي على ذوقك تحت الفيديو. اشوفكم في فيديوهات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.